صباح الفل. مش لاك، لعيب لا يصلح للعب كرة القدم داخل نادي الزمالك، لعيب ما عندوش حماس، لعيب ما عندوش رغبة في اللعب، لعيب قليل كإمكانيات. شفناه، مفيش أسهل من مباراة امبارح إنك تقدر تلعب وتدي وبادئ من البداية وأمورك تمام. لعيب فاقد الشغف وفاقد كل حاجة. هذا اللعيب لا يصلح للعب في نادي الزمالك، بنضيع وقت ومش نادي الزمالك اللي حقل تجارب يا جماعة. من الآخر يعني، اتكلمنا كتير في القصة دي من بدري، وخد فرص عشان الناس اللي يقول لك ده ما خدش، لا خد وبيلعب. مفيش اي امكانيه عنده خالص، هو بيعمل حاجه واخد الكره ويجري، يا تطلع منه اوت يا تطلع منه ضربه مرمى، يا بيلعبها بالعرض بره وخلاص، اي حاجه. لعيب فاقد لكل حاجه، لا يصلح للعب داخل نادي الزمالك، واللي جابه يتحاسب. ولو في فلوس تدفع، يعني لو في فلوس هتدفع في مقابل رحيله، اللي جابه مسؤول يدفعها. مش قصتنا احنا خالص كجمهور. قصتي كجمهور ان انا اجيب لعيب محترم يلعب في نادي الزمالك، لعيب محترم ككوره، مش دعوه باخلاقه، اخلاقه طبعا حاجه مهمه، لكن انا بتكلم احترام هنا ككوره. لعيب ينزل يلعب كوره. لكن لعيب زي ده لا يصلح للعب في اي فريق حتى في الدوري المصري، مش في نادي الزمالك. لعيب بيلعب في الدرجه، كان بيلعب في الدرجه الثانيه في السعوديه، ولو لعيب جامد ولعيب قوي هم سابوه ليه اصلا؟ يعني سابوه ليه يمشي؟ هم لبسوا لنا اللعيب ده للاسف واحنا لبسناه، واعتقد في كلام ان الاستاذ حسين لبيب عايز يمشيه اصلا، والكابتن احمد سليمان اللي معترض وفقا للكلام اللي بيتقال. فاللي جاب اللعيب ده هو اللي يتحاسب، لو في فلوس تدفع هو اللي يدفعها، هو اللي يحاسب على المشاريب. النادي ملوش اي علاقه انه يتحمل لعيبه فشله موجودين فيه، كفايه اللي عندنا، مش ناقصين عبء كمان جدا علينا، ومحسوب علينا اجنبي ودولارات وبتاع وكلام كبير جدا. فكل دقيقه مشالاك بيلعبها في نادي الزمالك هي مضيعه وقت للنادي وخساره كبيره جدا للنادي. ما صدقنا خلصنا من سامسون اكينولا وابراهيم انداي، مش هنلبس كمان. اقول لك حاجه، سامسون اكينولا وابراهيم انداي افيد منه واحسن منه مليون مره. فيما يتعلق بسيف الجزيري، كان الكلام اتقال ان خلاص مشي ومسافر ولما حاجته وبتاع، لكن في اجتماعات حصلت ما بين الاستاذ حسين لبيب والكابتن احمد سليمان وسيف بيقنعوه ان هو يقعد ويكمل ويحاولوا يحلوا الموضوع. هو قال لهم ماشي، هاخد راي الناس اللي حواليا، وكيلي ومراتي واهلي وعيلتي والمجتمع والناس، وبنسبه كبيره سيف في نسبه ان هو ممكن يكمل ويحاولوا يجددوا له المستحقات بتاعته، وممكن يمشي فري اخر الموسم او يجددوا له ويجيبوا له عرض يمشوه. كل الخيارات مفتوحه امام سيف الدين الجزيري. وجهه نظري لو في عرض قوي، في عرض جاي بفلوس لسيف الجزيري، حتى لو 500,000 دولار في الست شهور الجايين، يدوا له فلوسه ويمشوه بس، والموضوع بسيط، يبقى تفادينا قضيه. لان سيف ايضا لن يقدم جديد مع نادي الزمالك، من اللعيبه القليله جدا اللي دخلت نادي الزمالك. قلت لكم لعب ما اعرفش 100 وكام مباراه، ما كملش 40 جون مع نادي الزمالك، يعني ما جابش ثمنه وما جابش حقه. فالموضوع بعيد قوي. فسيف الجزيري كلام انه قاعد وكلام انه ماشي، لسه مفيش حاجه رسميه 100%. بيحاولوا، كان في مناقشات واجتماعات بيحاولوا يوصلوا معاه لاتفاق ان هو من الاخر عشان ما يعملش قضيه على نادي الزمالك ويبقى في ايقاف قيد جديد. مش ناقصين برضو غير البلاوي اللي عندنا. النقطه الثالثه، مصطفى شلبي. مصطفى شلبي في كلام ان عنده عرض من احد الفرق الليبيه ب 850,000 دولار، اعاره بقى بيع، ما حدش عارف لسه، الكلام مش رسمي. مصطفى شلبي يمشي ولا يقعد؟ لو جبت جناح محترم يقعد ويبقى احتياطي معاه في نادي الزمالك والامور تمشي. مصطفى شلبي لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا جدا، لكن زي ما قلت قبل كده في اللايف امبارح وبتكلم دايما هنا، مفيش. لو عنده دماغ هيبقى واحد من احسن الاجنحه في مصر، هيعدي. جت فتره من الفترات قبل اصابته اللي فاتت كان واقف على رجله وكان بيلعب بشكل اكثر من رائع. نزل مباراه انيمبا احتياطي، عمل ماتش كبير، نزل امبارح جاب جون حلو واشتغل شويه. مكان اي حد ينزل مكان مشارك طبعا هيشتغل، فرق سما وارض. فمصطفى شلبي محتاج يشغل دماغه، لو شغل دماغه هيفرق مع نفسه ومعانا كتير جدا جدا جدا. فمصطفى شلبي حتى اللحظه مكمل، مش ماشي في نادي الزمالك لان مفيش غيره جناح شمال في الزمالك. فمصطفى شلبي قاعد، العرض اللي جاي له الله اعلم المجلس هيدرسه ولا لا، في بدايل هتتجاب ولا لا، معرفش. ولكن حتى اللحظه هو مكمل، ومن الواضح ان جروس بيثق فيه شويه. امبارح كان مبسوط له جدا بعد ما جاب الجول. فخلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. اتمنى ملف التجديد، قال لك احنا مش هنجدد اللعيبه غير لما ندفع مستحقات اللعيبه اللي بقى لها فتره ما خدتش فلوس. فاتمنى يبقى في سرعه في انهاء الملفات في نادي الزمالك. الحمد لله امبارح زي ما قلت لكم، امبارح كان في مشكله كبيره، الفيديوهات ما كانتش بتوصل للناس، لكن الحمد لله الفجر كده المشكله اتحلت والفيديوهات ظهرت للناس. فيديو مباراه الزمالك امبارح وسماد ابو قير، وفيديو مباراه ريال مدريد ومايوركا في السوبر الاسباني. الحمد لله الفيديوهات ظهرت. انا ما اعرفش ايه سبب المشكله دي، هي المشكله حصلت ومشكله اتحلت لوحدها. حاليا اللي يقدر عندي كمان قناه اليوتيوب موجود، لو دخلت عندي في قناه تيك توك هتلاقي ايقونه اليوتيوب موجوده، ممكن تشوف القناه، وكل فيديوهاتي بتنزل على صفحتي على قناتي على اليوتيوب، وهي دي شكل القناه في اليوتيوب. بشكركم شكرا جزيلا.